صالح الاهلي ولا يعني اشرح لي بقى الحكايه. طيب يعني خلينا نتفق يا كابتن مدحت ان لسه الموضوع مكمل. ايوه. لسه في ماتشات قويه. نعم. بتكلم على الفرق الكبيره اللي وصلت، واي فريق ممكن يعطل الثاني مفيش شك. يعني هتسالني هتسال ايمن، اكيد احنا كنا نتوقع او نحب ان الماتش يطلع تعادل. ده انتوا لغايه الدقيقه 88 اخر ساعات. يعني اكيد اكيد نتيجه التعادل كانت تخدم النادي الاهلي بشكل او وده حقكم الطبيعي بصراحه يعني. ولكن احنا متفقين، احنا كنادي اهلي احنا المفروض نلعب الاربع ماتشات بتوعنا اللي ناقصين. ان انت تكسب المباريات دهيت من اول لحظه، تنزل تكسب وبعدين هتستنى تشوف. يعني انت النهارده لو كان حصل تعادل كانت الاهلي فرصته كويسه ان هو ممكن يكسب. كسب بيراميدز والزمالك يكسب الدوري عدى. ولكن انت النهارده الزمالك بيعدي خطوه مهمه. لسه الاهلي بص، بس المهم حاجه الماتش اللي جاي يوم الاثنين ان انت تعدي بيراميدز، بعد كده عندك الزمالك، تبص انك تعدي الزمالك جمعه، الماتشين اللي بعد كده تكسبهم. وبعد كده اعمل اللي عليك، يعني فنش بطريقه كويسه. احنا بنقول ان احنا طبعا كان عندنا مشاكل كبيره وكلنا معترفين بيها وبنتكلم فيها، ونفسنا انها تتصلح في الفتره اللي جايه ديت واحنا بننهي الموسم. والنادي الاهلي زي ما بقول لك وباكد برضو احنا نثق فيه بشكل كبير جدا. الزمالك النهارده عمل جيم، خد 3 بونت يستحق. والله بص، ان هو لعب وحاول وان هو استغل وبيراميدز ما استغلش، يبقى استحق. يعني خلينا يعني هو كان الاخطر ولا كان بيراميدز الاخطر ولا زي بعض؟ بص يا كابتن، هو انا يعني المباراه من بره ممكن تكون متساويه او متقاربه. الزمالك ممكن يكون لعب اول 10 دقائق ربع ساعه بطريقه كويسه، اللي فنش الماتش اخر ربع ساعه بطريقه كويسه، ولكن هو استغل. انا من وجهه نظري شايف ان الدقيقه 77 اما ابتدى عودة الفخوري ووليد الكارتي ومروان، انا حسيت ان الراجل يوريتشيتش هو كان ممشي الماتش وواصل للحته ديت ان هو ابتدى يطمع شويه. لان ده وضع طبيعي برضه، لان الزمالك لا، هو الزمالك اعلى منك في البونت وانت بتلعب على دوري. ففي اللحظه اللي الراجل ابتدى يطمع فيها ابتدت تظهر مساحات. على الناحيه الثانيه كابتن معتمد جمال قاري الماتش بشكل كويس قوي، ابتدى ينزل الراجل اللي هيقدر يشتغل في المساحات اللي بدات تظهر في فريق بيراميدز، وبالتالي الراجل هو بيتمتع بالسرعه. الراجل شيكو بنزا عايز مساحات، فنزل لقاها، استغل الزمالك المساحات ديت وقدر ان هو يخلص المباراه. ولكن ايه اللي هيحصل في اللي جاي؟ انا اهم حاجه النادي الاهلي يكسب ماتشاته. السنه اللي فاتت كان بيراميدز اقرب. الهديه جت من مين؟ جت من البنك الاهلي وجت من فاركو. صح، السنه اللي فاتت فاركو صح. فوارد الهديه تيجي، بس انا مش هستنى في الهديه بس. ام بي وبالكم من سيراميكا. ما انت النهارده يا كابتن خلينا نقول يعني النهارده بنقول لو حصل تعادل كانت العمليه في ايدك. انت النهارده لسه انت في ايدك بس انك تكسب ماتشاتك. اللي جاي ايه؟ مين ممكن يتعادل مع مين؟ انت ما حدش عارف. طيب انا هحط لك الجدول يا كابتن ايمن عشان ايه برضو تقول انت للناس بصوتك الجميل ده. الجدول ما عندكش؟ مفيش قدامك الجدول؟ الجدول معايا انا. معاك مش محتاج تبص هناك. قول يا كابتن اتفضل. الزمالك لعب مباريتين، فاز 2. قول النقط على طول. 49 بونت، عنده 49 نقطة الزمالك من ماتشين. اتفضل. بيراميدز المركز الثاني 44 بونت من ماتشين. نعم. الاهلي برضو من ماتشين 44 بونت. يبقى اذا الزمالك فارق 5 نقط عن بيراميدز والاهلي والثلاثة لعبوا نفس العدد من المباريات اللي هم ماتشين. اتفضل. سيراميكا كليوباترا لعب 3 ماتشات. ايوه. عنده 43 بونت. نعم. انبي 3 ماتشات 35 بونت. المصري 3 ماتشات 34 بونت. سموحه 3 ماتشات 31 بونت. اذا يا كابتن مدحت انت شايف ان المنافسه دلوقتي اتحصرت خلاص بين زمالك وبيراميدز والاهلي، ولا سيراميكا لسه في الملعب 43 نقطه؟ سيراميكا موجوده لسه يا كابتن، موجوده لسه. سيراميكا هدفه دلوقتي لما يجي يلاعب بيراميدز ويلاعب الزمالك ان هو يعني هو قريب من المركز الثاني والثالث بونت. ايوه يعني 44 بيراميدز والاهلي هو 43 بونت واحد بس فرق 6 نقط عن الزمالك. لا انا بتكلم بعيد عن الزمالك. انا بتكلم عن المركز الاول. هو بيتكلم دلوقتي اللي هو يدخل في الحته ديت. أيوة. يعني هو ممكن يا كابتن ممكن في الترتيب ان شاء الله الزمالك ربنا يوفقه في الماتشات الجايه ياخد دوري عام. تمام.
هو ممكن يلعب على بيراميدز ممكن يخش دوري الابطال. بالظبط هو ممكن يلعب على ديت. ايوه فهمتني؟ انما انا شايف، انا اتفق مع بركات، يعني انا الماتشات الجايه هي المهمه، وانا بقول الماتشات اللي مش، ما بقولش الفرق الصغيره، لا الفرق اللي هي بعيد عن المربع دوت هي تقلق جدا. يعني انا قلت ايه لما كنا موجودين ساعه التوقعات، قلت ايه؟ زمالك وبيراميدز عادي، زمالك واهلي عادي، اهلي وبيراميدز عادي. فهمتني يا كابتن؟ انما الفرق يعني الصغيره زي يعني الزمالك الفتره اللي فاتت كسبان كله، خسر انبي. في الدور الاول خسر من انبي اللي هو هيلعبها يوم الاثنين ومعتمد ماشي كويس قوي. فهمتني يا لا، كابتن؟ وانبي كسب الزمالك وتعادل مع الاهلي. ايوه لا انا بتكلم على الزمالك. يعني تعادل مع الاهلي كمان الدور الاول، يعني مشي كويس قوي، فرقه تقيله مشي كويس قوي. انت بقى يوم الاثنين الاهلي وبيراميدز والزمالك وانبي. مظبوط. الساعه 5 والساعه 8. تمام. هنا الزمالك لو كسب انبي يا ايمن وحصل تعثر الناحيه الثانيه، اقول للزمالك مبروك الدوري. لو كسب انبي وتعثر الاهلي امام بيراميدز تعادل، اقول للزمالك كده مبروك على الدوري، على اساس هيبقى كده فرق 7 نقط مش 5 بالظبط. طيب بص كده في الورقه بتاعت الماتشات المتبقيه كده يا كابتن جمال. الزمالك بص الاول على الزمالك وقول لنا كده يوم كام ويوم كام عشان الناس تبقى معانا في الصوره، هيلاعب مين والتوقيتات. الزمالك مع امبي الماتش اللي جاي يوم الاثنين 27 ابريل استاد القاهره الساعه 5. الساعه 5. وده ماتش هيأثر نفسيا على الساعه 8 بالظبط اكيد، اللي هو الاهلي وبيراميدز. بالظبط. يعني لو الزمالك كسب بتحط ضغط على الفرقتين بالظبط. فده برضو يعني الاسبوع اللي جاي ده انا شايف ان هو يعني بنسبه كبيره ممكن يبقى هو الحاسم للدوري زي ما قال الكابتن مدحت عبد الهادي. اوكي. الجوله اللي بعد كده الزمالك مع الاهلي يوم الجمعه 1 مايو على استاد القاهره برضو. ايوه. الجوله اللي بعديها سموحه ضد الزمالك وده على استاد برج العرب ده 5 مايو. ايوه. وبعد كده الزمالك هيلعب ماتشين الكونفدراليه. فدي برضو يعني بين سيراميكا 9 و16 9 و16 بين سموحه وسيراميكا يوم 22. ايوه. فالماتشين دول برضو لو انت الزمالك برضو هيبقى محتاج ماتش سيراميكا. دي برضو يعني هتبقى برضو مجهده جدا. هو على فكره هو 16 جايز يبقى 15 يبقى 9 و15. هو ماتش افريقيا 16 احتمال يبقى 15. بس انا في حاجه بقى كابتن عايز اتاكد منها. الماتش الاخير بتاع الزمالك وسيراميكا اللي هو يوم 22 تحديده. هو الطبيعي ان كل الفرق تلعب في نفس اليوم، تلعب في نفس اليوم في نفس الوقت. المفروض ده الطبيعي. المفروض طبيعي. هنا بقى مش هيحصل تاجيل. ما هو انت لو اجلت للزمالك يبقى هتاجل الاسبوع كله طبعا. ايوه ده اللي هيحصل. ما هو ده اللي هيحصل. ده اللي قالوا عليه. ايوه ده اللي قالوا يعني تقصد مثلا بيراميدز وسموحه مش هيبقى يوم 15 يبقى يوم كله بالظبط. الجوله كلها اللي هي الجوله السابعه دي. هنا التاريخ هنا بركات، التاريخ هنا ايه هيتغير على حسب. بس برضه على حسب يعني لو في فرقه حسمت قبل يعني لو في ماتش مش مؤثر ده ممكن يعني لو ماتش الزمالك وسيراميكا ده خلاص مش مؤثر ما اعتقدش انها اعتقد ماتش الجمعه بتاع الاهلي والزمالك ده بشكل كبير هيدينا المؤشر. بس بعد اللي جاي ده كان بعد اللي جاي ماتش الاهلي وبيراميدز يوم الاثنين يعني اهم يوم الاثنين والاهلي وبيراميدز ده يوم الاثنين. عايزين برضو عشان نبقى الناس معانا في الصوره يا كابتن بركات تقول لنا ماتشات الاهلي اللي فاضله وتواريخها عشان الناس تعيش معانا اللي مش عارف الجدول قوي يعني. طيب النادي الاهلي طبعا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله يوم 27 عنده مباراه مهمه جدا قدام بيراميدز، دي هتبقى على استاد الدفاع الجوي الساعه 8. مظبوط. المباراه اللي بعدها بعد 4 ايام يوم الجمعه 1 مايو الزمالك والاهلي طبعا استاد القاهره الساعه 8. على بيراميدز انت بتتكلم انت دلوقتي. انا بتكلم على ماتشات الاهلي. على ماتشات الاهلي. اوكي 27 مع بيراميدز يوم الاثنين اللي جاي، بعد كده الجمعه الاهلي والزمالك. بعد كده الثلاث 5 مايو الاهلي وانبي. واخيرا هيبقى مباراه النادي المصري اللي هتكون على استاد برج العرب. دي اخر مباراه للاهلي للنادي الاهلي. وساعتها ممكن يكون لسه الدوري معلق او ممكن يكون انتهى. محدش عارف. ماتشات بقى بيراميدز باعتباره المرشح الثالث، خلينا نقول المرشح الثاني لغايه يعني هو موقفه زي الاهلي بالظبط. 27 ابريل بيراميدز والاهلي على استاد الدفاع الجوي الساعه 8. ايوه. الجمعه 1 مايو بيراميدز وانبي الساعه 5 في استاد الدفاع الجوي. 5 مايو سيراميكا كليوباترا وبيراميدز على استاد هيئه قناه السويس. ايوه. ويحدد لاحقا الميعاد. الجمعه 15 مايو بيراميدز وسموحه. بيراميدز وسموحه في الدفاع اللي هو يعني ممكن يبقى في الميعاد ده وممكن يبقى يوم 22 اذا كانت لسه النتائج معلقه. بالظبط. لسه لغايه دلوقتي ما احناش عارفين. هو ده اللي بنتكلم الاسبوع الاخير. طيب
خلينا بقى نسال سؤال مهم جدا خاص بمباراه الاهلي وبيراميدز. نسال الاهلاويه ولا الزملكاويه؟ لا لسه بركات. انا بحب اسمع بركات انا بصراحه. كابتن بركات انا بحب اسمع بركات. نثق في بركات. الله حبايبي انا والله. بحب يعني حتى بس انت ما قلتش كابتن التوقعات. هنقول دلوقتي انت احنا قلتش لسه مع توقعات. بعض، لسه في فاصل وجزء تاني وبعدين هنختم بقى. نتكلم عن الاسبوع اللي فات. التوقعات بتاعت بركات وشريف. ما انا قلت بقى كابتن بركات قال قلت تعادل. والاخ شريف قال ايه؟ قال ايه بركات؟ هو لا، مش انت اللي هو كل ماتش كان ماشي ورا بركات، جه على الماتش دوت قال لك الزمالك يخسر ما اعرفش ليه. يعني هو عادي بركات قال لي يتعادل الاهلي مش عارف ايه، فضل ماشي وراه ايمن. جه في الماتش ده الزمالك يخسر ما اعرفش ليه. لا هو ده توقع واحساس بالتوقع. انت تقصد من خلال اهلاويته يعني؟ لا ما اعرفش الماتش ده لوحده لوحده يعني مش عارف. طيب كنا بنقول ايه يا كباتن؟ غيابات البيراميدز يا كابتن بركات قدام الاهلي يعني في رايي مؤثره جدا. شو انت قول برضه. احمد عاطف قطه محتمل غيابه لانه النهارده اتنقل المستشفى، ربنا يا رب يكون معاه. الف سلامه. لا هو طبعا عنده لعيبه كسر في الانف بيقولوا عنده لعيبه مؤثره طبعا يا كابتن. يعني احمد سامي النهارده احمد سامي واخد انذارات النهارده، الانذار الثالث. أيوة. اسامه جلال مروان حمدي برضه خد انذارات. اسامه جلال اتعور النهارده، قطه اتعور النهارده، مصطفى فتحي كان عنده اصابه من قبل كده. يعني قلب الدفاع مفيش الا مرعي، خلي بالك. مفيش الا مرعي. ما الاثنين اتعوروا، اسامه جلال واحمد سامي. يعني هيتصرف الراجل، يعني هو الراجل هيتصرف. هو بص يبقى علي جبر مش عارف يبقى هو علي بعيد الفتره الاخيره. يعني هو علي ما بيلعبش الفتره الاخيره. هو بيلعب مرعي وسامي. اسامه دخل لعب الماتشين اللي فاتوا. هو برضه خد بالك مدحت، هو كابتن اسامه جلال برضه انا ما اعرفش هو يعني لعيب سيء الحظ، لعيب غريب جدا، اتعور كتير، مدافع كويس ومن صغره بيلعب منتخبات، ولكن يعني انا مش عارف يعني اصاباته كتير قوي 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 قوي. يعني ما اعرفش يعني ممكن التاهيل مش 100% مش عارف حاجه يعني لازم الناس في نادي بيراميدز يبحثوا الموضوع دوت. لكن هو الاهم بالنسبه لبيراميدز دلوقتي هو ماتش الاهلي. طبعا يعني ماتش الاهلي لو الاهلي فاز اعتقد بيراميدز خرج بره المنافسه. لا خد بالك يا كابتن، يعني احنا دلوقتي لحد في اللحظه اللي بنتكلم فيها ديت بيراميدز 44 الاهلي 44. بيراميدز هو اللي محطوط بفرق الاهداف. بيراميدز هو اللي كسبان النادي الاهلي في المباراه الاولى في الاولى في المواجهات المباشره. يعني انت فاهم. لا هو وضع بيراميدز لحد دلوقتي على الورق افضل كمان من النادي الاهلي. فهي المباراه صعبه على الاثنين. السكواد وقصده على الغيابات وكده. لا الغيابات يا كابتن تاثر طبعا. الغيابات تاثر، ولكن احنا على طول بنتكلم على بيراميدز ان هو عنده لعيبه كويسه وعنده لعيبه تصنع الفارق. وهي دايما ماتشات حتى بيراميدز والنادي الاهلي بتبقى ماتشات فيها اثاره وبيبقى فيها نديه والنتائج فيها قريبه. نعم. فمباراه هتبقى صعبه على الفرقتين. على الفرقتين. طيب يعني كابتن ايمن النهارده وليد الكارتي احنا كلنا عارفين وليد الكارتي لعيب جامد قوي. النهارده الراجل ما بدأش يعني وسط الملعب هو حاطط ويستون مايلي قدام وحاطط تحت منه مهند وقطه وناصر ماهر ومصطفى زيكو وزلاكه. انت شايف انه يعني بنتكلم برضو يعني بيراميدز ووليد الكارت لعيب كبير قوي، انت شايف كان يجب اشراكه ولا انت شايف ان الافضل بالمجموعه اللي لعبها دي؟ والله وليد لعيب كويس جدا يعني، بس انا شايف المجموعه اللي كانت بادئه دي كانت مجموعه مناسبه جدا. يعني مهند لاشين مهند معلوش خلاف وناصر ماهر معلوش خلاف. معلوش خلاف. وزلاكه وقطه. هو شكله كان يا كابتن كان عايز يستغل ناصر وقطه ومصطفى زيكو وفي الحته الهجوميه كان عايز يبقى عنده حته هجوميه قويه شويه. فاستغل ناصر ماهر 10 احمد عاطف قطه ناحيه اليمين، زلاك قصدي ناحيه اليمين، قطه ناحيه الشمال، مايلي قدام. فكان بيهاجم بشكل مكثف شويه. نعم. كان عايز يضغط على نادي الزمالك من الاول. وجهه نظر يعني ما اعرفش انا ليه حد ليه فيكم انا كابتن شايف لا يعني هو كل ده توقعات. انا بتكلم على التشكيل. لا يعني هو ده الشكل بتاع بيراميدز، بس انا في حاجات حصلت اثناء التغييرات. يعني وليد مثلا ما كناش متوقعين له موجود على البنش. يعني هو ستارت على طول. ممكن تكون الحاله الفنيه بتاعته دي عند الجهاز الفني، دي حاجه. انما كابتن الخروج قطه لما اتعور بركات انا قلت دي سيلفا هو اللي هينزل اول واحد. يعني ده اللي توقعته،
لان هيبقى ايفرتون ده هيعمل ضغط قوي جدا على عمر جابر الناحيه الثانيه. أيوة. هو ده اللي انا توقعته. هو بص يا مدحت، هو حب ان هو يامن بقطه لان هو بيدافع كويس. لا انا بقول بعد اصابته. لا انا بقول لك فكر الراجل في البدايه خالص. أيوة. هو فكر الراجل، هو ياما الراجل ده اللي نزل لعب قدام الزمالك جيم مفتوح، فهو شايف النتائج مش في صالحه دايما اما بيلعب جيم مفتوح مع نادي الزمالك. وهو شايف ان هو ماشي بسيناريوهات زي ما قلت لك من شويه كده في بدايه الحلقه. هو قال لك انا امن الدنيا، مهند لاشين موجود وقطه موجود. بالعكس انا اول مره اشوف بيراميدز وهو في مواجهه الزمالك ملتزم كده. انت لو ركزت في اوقات كتير الزمالك من بدايه المباراه، برافو عليك يا جمال، بيراميدز كله راجع تحت الكوره. صحيح. احنا مش متعودين، بيراميدز متعودين ان هو تلاقي 3 4 على ال 18 وبيضغطوا كده، انما كانوا ملتزمين. ورغم الالتزام ده يا كابتن مدحت، الزمالك كان يقدر يسجل هدفين في الاول 10 دقائق. ناصر اشتغل بشكل كويس ما بين الخطوط، كان بيستلم واستلم هو وزيكو في اماكن مؤثره. نعم. النهارده هتقول لي بيراميدز افتقد مين؟ اقول لك حامد حمدان بشكل كبير قوي. ليه يا كابتن؟ طبعا. النهارده بيراميدز كان ممكن يسجل، ما جاتلوش فرص خطيره. واحده ناصر حطها لزلاكا اللي ما تعاملش معاها كويس في اول مباراه، والثانيه اللي بعد هدف. ولكن يا كابتن جات له 3 كرات على خط ال 18 من غير ضغط من غير حاجه، واحده لناصر واثنين لقطه. حامد حمدان سواء جات له على شماله وجات له على يمينه بيلطش، عنده المقدره ان ال3 كور يجيب منهم 3 جول. هو افتقد. فهو افتقده في المكان ده بالظروف دي، ولكن ما استغلوش الكلام. ما استغلوش. يعني اذا جاز ان انا اقول وجهه نظر، انا وجهه نظر كان لازم وليد الكارتي يبقى موجود على حساب مصطفى زيكو رائع، بس وليد الكارتي تقل في وسط الملعب. بس اعتقد برضو ان هو كان عنده اصابه في الفتره الاخيره. وليد الكارتي كانش لاعب، كان يعني لا يعني هو راجع من لسه على حسب الحاله الفنيه بتاعته شويه. فانا اللي انا عرفته مش فت 100%. مش فت 100%. فهو ما قدرش ان هو يغامر بيه. ممكن جدا. اذا حوار اخر ولكن